زعلان يا أم. زعلان. إن لله وإنا إليه راجعون. الموت يفجع الفنان أحمد فهيم وبياخد أقرب إنسان ليه، والمؤلم في الموضوع هو سبب الوفاة وآخر لحظات عاشتها على فراش الموت. قلبها كان حاسس قبل ما تموت، وكانت بتودع ابنها في كل لحظة بيقعدها معاها. رحلت عن عالمنا الآن في صباح اليوم الثلاثاء والدة الفنان المصري أحمد فهيم، وهو اللي نشر بنفسه خبر الوفاة على حسابه الرسمي ونعاها بكلمات مؤثرة، وحدد كمان موعد الجنازة والعزاء، ونشر وقال: البقاء والدوام لله. توفت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح. صلت الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بشبرمن. دعواتكم بالرحمة والمغفرة. الفنان أحمد فهيم رغم انشغاله دايما بالتصوير، إلا إنه كان دايما جنب والدته في المستشفى، خصوصا لما اشتد عليها المرض في ديسمبر اللي فات، وطالب وقتها الجمهور بالدعاء، وكتب ليها وقال: اللهم إن أمي بين يديك، أسألك بكل اسم هو لك أن تخفف من مرضها. اللهم يا من خلقت الداء والدواء، يا من فاقت قدرته العلم والعلماء، أنعم على أمي بالشفاء وأشملها برحمتك وكرمك يا خالق الأرض والسماء. دعواتكم لأمي. ولكن أمر الله نافذ، وشيعت الجنازة منذ قليل، وحضر عدد كبير من نجوم الفن وسط انهيار الفنان أحمد فهيم. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة، ويلهم قلبه الصبر والسلوان.